ليش رب العالمين أحيانا يبتليك ويبتليني ويبتلي الناس؟ لحكم سبحانه كثيرة جدا، هو الحكيم تبارك وتعالى. لكن خذ هذه الفائدة، علشان إذا صارت لك مصيبة يوم من الأيام، أو إذا كنت الحين أنت تحس بهم وغم من مشكلة عندك، تعرف ليش رب العالمين ابتلاك؟ فترتاح. الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء ليستخرج به الدعاء. يعني الله يبتليك بيسمع صوتك. أنت من زمان ما قلت يا رب، ولا رفعت يدك، ولا بكيت عند ربك. الله يحب يسمع صوتك، يحب يشوفك ذليل، يحب يشوفك تتذكره وتدعوه وتلح عليه. مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. يعني لو ما هالمصيبة هذه ترى يمكن أنت ما رفعت يدك وكنت ناسي ربك، فرب العالمين بس يبي يسمع صوتك، يبي يسمعك تدعوه وراح يعطيك وراح يفرج عنك. منه منا ما تجينا لحظة فيها الكون يضيل، ما يلاقي من يعينا لا عدو ولا صديق، ولا هو عارف منه يشكي حيرة تمليه دنيته، ولا هو عارف منه يشكي حيرة تملي دنيته. بس لما ينادي يا رب قلبه يلقى راحته.